السلام عليكم. ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ يا رب دايما بخير وسعادة. ان شاء الله هعمل معاكم العيش الشامي بالجمال اللي قدام حضراتكم ده. طريقة سهلة وطريقة بسيطة جدا. شايفين الجمال؟ طري وجميل وطعمه جميل وريحته جميلة جدا. اعمليه بقى للسحور، اعمليه للفطار. حاجة جميلة جدا. ممكن من غير غموس خالص تاكليه كده، طعمه في منتهى الجمال. شايفين بقى قد ايه طري وقد ايه جميل. يلا كده نبتدي ونشوف الجمال ده عملناه مع بعض ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. معايا كيلو من الدقيق، هنزل عليه بمعلقة من الخميرة. هنزل كمان بربع معلقة كده صغيرة من البودر. هنزل برشة من الملح. بعد كده هنزل بمعلقتين كده من الخل، والخل ده بيبقى زي المحسن كده، بيخلي المخبوزات جميلة جدا. بعد كده هنزل بكوباية إلا ربع من السمنة. يعني أنا حطيت للكيلو كوباية إلا ربع. بعد كده بقى رايحة أقلب الدقيق بالمواد الدهنية دي لحد كده الدقيق ما يتشرب المادة الدهنية. هبدأ بقى أبس بإيديا. بعد كده بقى أنا معايا هنا اللبن ده كان لبن قاطع، وكنت شايلاه في الفريزر. طلعته فكيته ودفيته كده زي دمع العين. وبدأت بقى أنزل على الدقيق باللبن ده. طبعا بتنزلي بقى كده بحبة، وبعد كده بتنزلي بقى إيه تدريجيا، لأن الدقيق ما بيبقاش زي بعضه، ممكن ياخد أكتر أقل على حسب نوعية الدقيق. أخد معايا في حدود مجان كده من الحليب. طبعا بتعجني العجين كويس قوي، ودي أهم حاجة لحد ما يبقى بالجمال اللي قدام حضراتكم ده. بعد كده بقى نزلت عليه برشة صغيرة كده من الزيت، ورايحة أغطيه بكيس علشان طبعا ما يعملش قشرة، ورايحة أغطيه كمان وأسيبه كده في مكان دافي لحد حجمه ما يتضاعف ويبقى بالشكل اللي قدام حضراتكم ده. رايحة أقطعه بقى كده بالسكينة قدر المستطاع، يعني أحجام متساوية. وبعد كده معايا الصينية، هبدأ بقى أكور القطع بالشكل ده أحجام متساوية طبعا. بعد كده بقى رايحة أغطيها بكيس علشان تني وشها طري كده وجميل. وبعد كده بقى هبدأ آخد أول واحدة أنا مقطعاها. بتاخدي أول واحدة أنتِ مقطعاها علشان بتكون ارتاحت كده، فبتتفرد معاكِ بكل سهولة. أنا هنا فردته بالشكل الطويل ده. أنتِ ممكن بقى عايزاه مدوّر، عايزاه طويل كده، براحتك أنتِ. خلّصتهم كُلّك ورصيتهم على الصواني بالشكل اللي قدّام حضراتكم ده، وبتسيبيهم طبعًا لحد ما يرتاحوا وحجمهم كده يتضاعف. وفي الوقت ده بقى أنا مسخّنة الفرن كويس أوي، وضبطت الشُعَل بالشكل اللي قدّام حضراتكم ده. دخّلت الصينية، طبعًا بتدخّليها، وطبعًا كل حبّة كده بتلفّيها علشان العيش كُلّه يقِب بالشكل ده، ويطلع معاكِ كده في منتهى الجمال. شايفين كل حبّة كده بالِفّها علشان اللي ما قَبِّش يروح يم الشُعلة كده ويقِب. طلع معانا بالشكل القمر اللي قدّام حضراتكم ده. قد إيه طعمه جميل وريحته جميلة. قدّميه بقى في الفطار، في السحور، حاجة كده في منتهى الجمال والله يتاكل من غير غموس. شايفين بقى الجمال والسِوَى، حاجة كده رائعة جدًا. حبايبي لو وصلتوا لحد هنا ما تنسوش اللايك، والسلام عليكم.